المخ بيحتاج للعناصر الغذائية والفيتامينات عشان يساعد على التركيز في المذاكرة. والنهاردة هنعمل عصير التفاح بدون حليب مع المكسرات عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. ويلا نعرف مع بعض فوائد فاكهة التفاح الأخضر. يعتبر التفاح الأخضر من الفاكهة المهمة اللي بتساعد على تحسين عمل المخ، عشان التفاح الأخضر مليان فيتامينات فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ومن فوائد التفاح الأخضر إنه بيساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض، عشان التفاح الأخضر مليان مضادات أكسدة وفيتامين سي. ويعتبر في التفاح الأخضر مجموعة فيتامين بي المهمة لتحسين عمل المخ والأعصاب، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز والوقاية من الزهايمر. وكمان في التفاح الأخضر معادن مهمة بتساعد في تحسين صحة العظام. والمعادن اللي موجودة في التفاح الأخضر زي الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس والزنك والمنجنيز. وآخر معلومة عن فوائد التفاح الأخضر إنه بيساعد على تسهيل عملية الهضم، ومفيد في تحسين عمل الجهاز الهضمي، وبيساعد في التخلص من السموم اللي موجودة في الجسم. وبكده يبقى احنا عرفنا فوائد التفاح الأخضر، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير التفاح الأخضر مكسرات الفول السوداني، عشان الفول السوداني مليان فيتامينات مفيدة في تحسين عمل المخ زي فيتامين بي 3 فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ويعتبر الفول السوداني مهم في تقوية صحة القلب والشرايين، وبيساعد في الوقاية من أمراض القلب. وكمان الفول السوداني بيساعد في تحسين المناعة وتقوية الجسم وحمايته من الالتهابات والأمراض، عشان بالفول السوداني فيتامين سي. واخر معلومة عن فوائد مكسرات الفول السوداني انه بيساعد على تقليل التوتر والاكتئاب اللي بيكون في وقت المذاكرة، عشان الفول السوداني بيساعد على افراز هرمون السيروتونين. وانصحكم باكل كمية مناسبة من الفول السوداني، وهي بحجم كف الايد في اليوم. او ممكن ناكل الفول السوداني بطريقة تانية زي زبدة الفول السوداني، او ممكن نطحن الفول السوداني ونحطه على اي عصير فريش. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد مكسرات الفول السوداني، واهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعمل مع بعض عصير التفاح بدون حليب مع المكسرات. هنجيب واحدة من التفاح الأخضر ونقشرها ونشيل منها البذر، وبعد كده نحط التفاح في الخلاط بسم الله، ونزود على التفاح نص كوباية مية. وبعد كده نزود معلقة مكسرات الفول السوداني المطحون او اي نوع من المكسرات اللي موجودة عندنا. وبعد كده نزود معلقة عسل ابيض ونشغل الخلاط. ويلا نصب عصير التفاح والمكسرات. وبكده بقى عصير التفاح بدون حليب جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم لما تجربوا عصير التفاح تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة. وبكده يبقى احنا عرفنا النهاردة ازاي نعمل عصير تفاح بدون حليب مع المكسرات عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله.